أمطار غزيرة وإغلاق للطرق وانقطاع طويل للتيار الكهربائي وجثث القتلى والمصابين من الأطفال تملأ الشوارع في الجزائر، وعدد كبير من المنازل والمرافق الحكومية والمنشآت الخدمية قد تدمرت جراء الفيضانات التي ضربت البلاد. كارثة مروعة جعلت المواطنين في حالة ذعر وترقب. فما الذي يحدث في الجزائر الآن؟ وما آخر تطورات الفيضانات؟ وعدد القتلى والمصابين حتى الآن؟ هيا بنا نرى الفيديو، لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الصلاة على النبي والإعجاب بالفيديو. منذ بداية العام الجاري تشهد الأرض وقوع كوارث طبيعية غير مفهومة وعنيفة، وأخطر تلك الكوارث هي الفيضانات القوية التي تقوم بتدمير كل شيء في طريقها. ضربت العواصف هذا العام شتى بقاع الأرض وسببت دمارا هائلا في العديد من الدول. الكوارث في تزايد مستمر يوما بعد يوم، والوضع الراهن لا يبشر بالخير. الكوارث الطبيعية تضرب في كل مكان دون رحمة، مسببة الدمار والهلاك بين البشر. فيضانات وعواصف وأعاصير وهزات أرضية في غاية التدمير، وجميع التنبؤات تشير إلى نتيجة واحدة، وهي أن الأرض تتجهز لأمر لا يبشر بالخير. والعلماء يقولون إن النهاية اقتربت. منذ ساعات فوجئ الشعب الجزائري بسيول مرعبة تضرب مناطق عديدة في البلاد، ونتيجة لتلك السيول انفجرت الفيضانات في العديد من المدن الشاطئية، حتى أنها أغرقت تلك المدن بالكامل. والشعب الجزائري يعيش الآن ساعات عصيبة بعد أن غرقت تلك المناطق بسبب الأمطار والفيضانات. وأيضا تسببت تلك الفيضانات بإغلاق الطرق وشلل الحركة المرورية، مما سيؤدي لتعطيل الإنتاج وتعطيل عمل المواطنين. كذلك انقطع التيار الكهربائي في العديد من المناطق التي ضربتها الفيضانات، مما جعل الجزائريين يعيشون ساعات لا يحسدون عليها أبدا، ساعات من الخوف والقلق وانتظار الهلاك. وبعد أن اجتاحت الفيضانات مناطق عدة في البلاد وحصرت مقاطعات كاملة شلت فيها الحركة تماما، سواء الحركة المرورية من سيارات وشاحنات نقل أو حركة المواطنين أنفسهم، لتخرج بعدها الداخلية الجزائرية وتعلن تسجيل حالتي وفاة حتى الآن. وبالطبع ما زال الرقم الحقيقي غير معروف بسبب تعطل الحركة المرورية، مما يصعب على رجال الأمن والإسعاف القيام بعملهم على أكمل وجه والحصول على الأرقام الحقيقية، حيث يعتقد الجزائريون أن الأرقام المعلنة لا تمت للحقيقة بصلة، طالما ما زال البحث جار عن جثث القتلى والمصابين، وأن الأرقام الحقيقية من المفترض أن تعلن بعد انتهاء تلك الكارثة تماما. كما أعلنت الداخلية الجزائرية أن الفتاة التي وافتها المنية جراء الفيضان تبلغ من العمر 7 سنوات فقط، وقد عثر على جثتها ببلدية بوحشانة بولاية قلمة شرق البلاد، بعد أن جرفتها السيول 5 كيلومترات. وأيضا الجثة الأخرى هي لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وقد توفي ببلدية خمست بولاية تيباز المجاورة للعاصمة الجزائرية، بعد أن جرفته السيول هو الآخر لمناطق بعيدة، وقد عثر على جثته وهي ممتلئة بالجروح والإصابات البليغة، بعد أن انهار جدار ملعب الجواري. وقد تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لتلك الحادثة في مشهد صعب يوضح مدى الأضرار التي أحدثها هذا الفيضان. كذلك أكدت الداخلية الجزائرية أن عددا من المنازل والبنايات والمرافق العمومية وخاصة المدارس قد تضررت بفعل ارتفاع منسوب المياه، بجانب سقوط البعض منها بسبب ضرب الفيضانات لها مباشرة. وبالطبع تضرر المنازل وتلك المنشآت سيؤدي إلى حدوث العديد من الوفيات والإصابات التي لم تحصرها الداخلية بعد، وأن مع انتهاء تلك الكارثة وانتهاء البحث عن المفقودين سيصدم الجزائريون من الرقم الحقيقي الذي ستعلنه وزارة الداخلية. ولم تكتفي وزارة الداخلية الجزائرية بإعلان هذا فقط، بل أعلنت أخبارا مفرحة بالنسبة للبعض، فقد أشارت إلى أن حركة المرور عادت إلى وضعها الطبيعي في عدد من الولايات، وجاء ذلك بعد أن قامت القوات المختصة بامتصاص المياه من تلك المناطق. لكن بالطبع ما زال العدد الأكبر من المناطق غارقا تحت الأمطار والفيضانات، وما زالت الوزارة تقوم بعملها بأفضل ما يمكن حتى تقلل من الأضرار الكبيرة التي لحقت بتلك الولايات، وتحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يزداد الوضع سوء. ولم تكن وزارة الداخلية الجزائرية وحدها هي التي تقوم بعملها بجهد كبير، بل إن الحماية المدنية كانت تقوم بالجهد الأكبر والأهم منذ انفجار تلك الفيضانات، حيث ظلت تسجل خلال اليوم الماضي العديد من التدخلات على مستوى مختلف من الولايات في البلاد.
وأيضا تمكن الدرك الوطني من فتح العديد من الطرقات والشوارع التي كانت مغلقة بداخل عدة ولايات. ولم تكن تلك الفيضانات والسيول وليدة الصدفة أو المفاجأة عزيزي المشاهد، بل إن الجزائر تعيش منذ فترة تقلبات جوية وتغيرات مناخية كغيرها من الدول، وقد أدت تلك التقلبات الجوية إلى هطول كميات كبيرة من الأمطار في تلك الفترة، وقد تسببت التغيرات المناخية في حدوث ازدحامات مرورية في الطرقات الرئيسية بالولايات، بل إنها كانت سببا لغلق بعض الطرقات الجانبية في بعض المدن. ولعلك تتساءل عزيزي المشاهد عن اللحظة الحالية في الجزائر، ويؤسفني إخبارك إلى أن تساقط الأمطار ما زال مستمرا في العديد من الولايات الجزائرية حتى اللحظة، وخاصة بوسط وشرق البلاد. كذلك ما زالت الحماية المدنية ووزارة الداخلية وكل أجهزة الدولة التي يمكنها أن تساعد في حل تلك الأزمة يحاولون بأقصى جهد لهم لتنتهي تلك الكارثة بأقل الخسائر. ولم تكن فيضانات الجزائر هي الأولى منذ مدة زمنية كبيرة عزيزي المشاهد، بل إن تركيا قد سبقتها منذ مدة ليست بكبيرة، وضربتها فيضانات اجتاحت العديد من المناطق وقتلت ما لا يقل عن 15 شخصا، كما جرفت عدة أشخاص آخرين، وقد تحولت الشوارع إلى أنهار موحلة، كما واصلت الفيضانات تدفقها حتى وصلت إلى الطابق الأرضي للمنازل والمرافق الحكومية. فالعالم تملأه الكوارث الطبيعية منذ شهور عزيزي المشاهد، فقد تعتقد أن الفيضانات قد ضربت الجزائر وتركيا فقط، لكن المفاجأة أن هناك العديد من الكوارث الطبيعية ضربت دولا مثل الكيان الإسرائيلي وأمريكا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وأوكرانيا والصين واليابان وأيضا العراق. نعم، كما سمعت تماما، كل تلك الدول وأكثر قد أصيبت بكوارث طبيعية ما بين أعاصير وفيضانات في مدة زمنية قصيرة، وكل الدول حاليا تعاني بسبب التقلبات المناخية التي يشهدها العالم الآن، وتأمل حكومات كل الدول أن يمر هذا العام بخير دون حدوث أي كارثة أخرى تؤثر على الاقتصاد العالمي والأمن القومي لدول العالم. في النهاية عزيزي المشاهد، نتمنى أن تمر تلك الكوارث بأقل الخسائر على الجميع، وأن يحفظنا الخالق من حدوث أي منها في بلداننا العربية والإسلامية، وأن يجعل الفيضانات التي تضرب الجزائر تمر بردا وسلاما على أهلها، خاصة وأنها كولة لم تعتد حدوث فيضانات فيها، وبالطبع لم تكن تتوقع حدوثها، مما جعل تلك الفيضانات تؤثر تأثيرا كبيرا عليها، بعكس دول أخرى كاليابان التي اعتادت الأعاصير والزلازل والبراكين. بالتالي فهم يعدون العدة لحدوث تلك الكوارث باستمرار حتى يخرجوا بأقل الخسائر منها. وإلى هنا تنتهي حلقتنا عزيزي المشاهد، نتمنى أن نكون قد قدمنا لك تغطية مناسبة لما يعيشه العالم من حولك، وأن نكون دائما عند حسن ظنك، وإن كان لك اقتراح أو تساؤل لا تبخل علينا به، ونعدك أن نأخذه بعين الاعتبار. وإلى اللقاء.